مدينة الموتى، أرض بلا سكان، أسرار مخفية، قصص منسية، أشباح تتجول بروحها الحزينة. يا مدينة الموتى، يا مدينة الأسرار، صوتك في دمي يحيي اللي صار. الكابوس الغريب. النوم شيء مريح، وخصوصا إن كان الشخص النائم مرهقا منذ الصباح الباكر. إن يوسف من الأشخاص الذين إذا ناموا كانوا كالحجر، لا يتقلب ولا يتحرك، بل تكاد تشك أنه لا يتنفس. فكان غريبا الآن أن نرى ما نراه عليه وهو نائم. هو الآن نائم على جانبه الأيسر، يبدو كالحجر في تصلبه، ولكنه فجأة ارتعش رعشة خفيفة، ثم تلتها رعشة ثانية ثم ثالثة. لو اقتربنا الآن من عينيه وفتحناهما سنرى حدقتي عينيه تتقلبان في محجرهما بسرعة كبيرة نسبياً، وهذا ما يدل على أنه الآن داخل حلم. إذن هيا نقترب أكثر لنرى الحلم الذي يراوده الآن. يوسف يقف أمام عرش كبير مطعم بالذهب، وحول هذا الكرسي المطعم بالذهب يرى ناراً تشتعل في مكان وتخمد في مكان آخر، ثم تخمد في المكان الذي اشتعلت فيه وتشتعل في مكان آخر. فنظر حوله ليجد أنه يقف أمام العرش، والماء يحيط به من جميع الجهات، وظلام الليل حالك لا يبدده إلا النار التي تهججت حول هذا الكرسي المذهب. ثم سمع فجأة صوتاً يتردد من حوله قائلاً: هلي عياما تسمعون في وادي القرنين بحق سيدكم وبحق مقبلكم، فكوا قيد ابن ذعات، فكوا قيد ابن ذعات، فكوا قيد ابن ذعات، فيدعاها طام سيم علقا، حتى إذا أحضرتم أحرقكم المولى بحق وصيل مشموهوها، شرطياء المهوها، قمين خيشمة بها دار مخلبي. ظل الصوت يردد تلك الكلمات حتى انتهى منها، وهنا سمع صوت احتكاك جسد معدني، كأنك أتيت بسلاسل حديدية ورميتها على الأرض، ولكن الصوت كان عالياً. المشكلة أن يوسف قد عرف أنه يحلم منذ بداية الحلم، وحاول الاستيقاظ أكثر من مرة، ولكنه مقيد في مكانه. حتى وهو يعايش الحلم صار عقله يفكر: أين سمع تلك الكلمات؟ أين سمعتها من قبل؟ يبدو لي أنني سمعتها أو قالها شخص لي. كان يفكر والحلم يسير في نطاقه الطبيعي، وكأنه يشاهد فيلماً سينمائياً، وله إرادته الخاصة، حيث يمكنه الخروج من دار السينما في أي لحظة. حاول الخروج من الحلم ولكن بلا جدوى، وهنا رأى في الحلم 4 رجال يمشون باتجاه الكرسي المذهب، وهم التنويم، مكبلون الأيدي والأرجل بالسلاسل، ويمشون وكأنهم في حالة من المغناطيسي. ظل يتابعهم ببصره حتى شاهدهم وهم يقفون أمام الكرسي. ثم كان الأشخاص ال4 مختلفين في أشكالهم، ولكن يجمعوا. يعطونه وجوههم.
وجوههم شيء واحد، مسحة من الحزن. نعم، مسحة من الحزن تغلف وجوههم، كأنهم ارتكبوا إنماً أو أذنبوا ذنباً. كان يقول في نفسه: يا ترى متى ينتهي هذا الكابوس المرعب؟ ثم شم رائحة شياط تغمر أنفه. يا ترى هل هذا الشياط قادم من مطبخهم وقد دخلت رائحته إلى الحلم؟ أم إن أنفه يمكنها أن تشم تأثيرات الحلم؟ في الحقيقة لم يفكر كثيراً، لأنه رأى من أين تأتي رائحة الشياط. لقد رأى ال4 المكبلين بالسلاسل وهم يعرقون بغزارة، ثم يصعد دخان من أجسادهم. لماذا يصعد الدخان من أجسادهم؟ لأن وجوههم تذوب. بالطبع كان مشهداً مثيراً للإشمئزاز أكثر من كونه مرعباً. وجوههم تسيح وتتحول لسائل لزج يتساقط على الأرض ببطء. وهنا أحس يوسف بالحر. إن الحر هذه الأيام في الأحلام لا يطاق. يجب أن يهتموا بتركيب مبرد هواء أو مروحة في الأحلام. ولكن الحر تحول لنار، نار شديدة يشعر بها تحرق جلده. لا، إنه يذوب، فهو يشعر بذلك. إنه يفقد القدرة على التنفس، يذوب ويفقد القدرة على التنفس، ويحاول جاهدا أن يأخذ شهيقا فلا يجد، كأن رئتيه مملوءتان بالهواء ولا تريدان المزيد. لا، إنه يموت. لقد قرأ قديما أن الإنسان إذا مات داخل الحلم يموت في الواقع. إنه يشعر بذلك الآن. إنه يموت، نفسه يختنق، لا يقدر على سحبه، جسده يسيح، هناك حر لا يطاق. ماذا يحدث؟ لقد استيقظ يوسف أخيراً من ذلك الكابوس. ظل لحظات ينظر إلى سقف غرفته وهو يقنع عقله أنه بخير، وأن الحلم انتهى منذ مدة، وأنه حي يرزق. كان عقله يرتعد بشدة من الحلم، يرتعد كلما تذكر أي إحساس من الذي راوده في الحلم. يا ترى هل سمع أحد في المنزل صراخه بعد أن استيقظ من الحلم؟ بالطبع لا. في الأفلام عندما يصرخ البطل يرى الجميع يهرعون وهم يدخلون من الباب ويهدئونه. أما الآن يبدو أنه لو مات مذبوحاً فلن يشعر به أحد. وعندما بدأ يهدأ بدأت شفتاه تلقائياً ترددان بعض آيات القرآن الكريم وبعض الأدعية بصوت خافض. وهنا اكتشف يوسف أن هناك بللاً بسيطاً في فراشه، فكاد أن يبتسم وهو يقول في نفسه: هل عادت أيام الطفولة مرة أخرى؟ ولكنه فهم من أين يأتي هذا بلل. إن جسده بالكامل مليء بالعرق، وكأنه يعمل في فرن. عرق غزير، ودرجة حرارة جسده مرتفعة، كأنه مصاب بالحمى. هو لا يفهم من أين أتى هذا العرق ولا هذه السخونة، لكنه يعرف أنه رأى نفسه في هذا المشهد من قبل، في الحلم بالتأكيد. هناك تفسير جاهز بالطبع لهذا العرق وتلك السخونة، لشدة حرارة الجو بالطبع ولانفعاله الشديد في الحلم. نعم، هذا تفسير مريح، ولكنه تذكر أن الجزء الثاني من تفسيره، الانفعال الشديد في الحلم، تفسير صحيح. أما الجزء الأول من تفسيره، شدة الحرارة، فليس صحيحاً تماماً. ببساطة لأنه في شهر يناير، أو بتفسير آخر هو في فصل الشتاء، وبالتحديد في أشد أوقاته برداً. مد يوسف يده اليمنى يتحسس مكتبه الصغير الذي يلتصق بفراشه، هاتفه المحمول، حتى يرى الساعة الآن 2 بعد منتصف الليل، ليبحث عن إذن عليه أن ينام الآن حتى يستيقظ مبكراً للذهاب للكلية. أخذ يردد بعض الأدعية مرة أخرى حتى هدأ قلبه قليلاً، وقال في نفسه: عندما أستيقظ من النوم يمكنني تذكر الحلم مرة أخرى، ويمكنني التفكير فيه كما يحلو لي. أما الآن فالحل اللذيذ هو النوم. تي تي تن، تي تي تن، تي تن، تي تي تن، تي تي تن، تن تن تن، تي. إنه صوت هاتف يوسف المحمول عندما يضبطه على المنبه لكي يستيقظ. وإن أردت الحقيقة فإن صوته مزعج، فهو يزعج يوسف من النوم دائما. مد هذا الأخير يده يتحسس المكتب وهو مغمض العينين، باحثا بيده عن الهاتف ليغلقه كي يكمل نومه، ولكنه تذكر
أنه دائما يترك الهاتف بعيدا عن متناول يده وهو نائم على فراشه، وذلك مقلب يفعله في نفسه كل صباح، فهو دائما عندما يزعجه المنبه وهو نائم فإنه يغلقه ويكمل نومه، ويتأخر في الغالب عن مترفته، فتعلم مع الوقت أن يضع المنبه أو الهاتف بعيدا عن متناول يده وهو نائم لكي لا يغلقه ويتأخر. تي تي تن تي تي تن تي تن تي تن تن تي تي تن تن تي تن تي تن. ظل الهاتف المحول يطلق تلك النغمة المزعجة ويوسف يتأفف، فأطلق سبة وبدأ يفتح عينه اليسرى واحتفظ بعينه الأخرى مغلقة ويفكر وصوت الهاتف المزعج يتردد. لم يذهب اليوم للكلية، لما لا ينام اليوم؟
الشياطين. كان قد تعلم أن تلك من همزات الشيطان في الصلاة. بعد انتهاء الصلاة نظر إلى الساعة ليجدها 7:15 تقريباً. سيجلس ينتظر حبيبة أن ترن على هاتفه حتى يعلم أنها ستكون موجودة في الكلية بعد 2 ساعات. سيأتي الاتصال في خلال نصف ساعة، لأن هذا هو موعدها دائماً. بعدها إذا لم تتصل فذلك سيعني أنها لن تأتي اليوم، وسيكون عليه أن ينتظر حتى يأتي موعد أحمد. وهنا تذكر مرة أخرى الحلم المزعج الذي راوده أمس. يا له من حلم! يوسف من النوع الذي لا يتذكر أحلامه، يقول دائما إنه لا يحلم، ولكن هذا خطأ شائع، فبمجرد نومك تبدأ أحلامك، ولكن بعض الأشخاص لا يتذكرون أحلامهم فيعتقدون أنهم لا يحلمون، ويوسف من هذه الفئة التي لا تتذكر أحلامها، وإذا تذكرتها كانت أحلاما من شاكلة القطط التي تطير مبتسمة أو تحلم بأنها تضرب شخصا تكرهه، أو أحلام المنبه، أي التي يدخل فيها مؤثر خارجي كطرقات باب إلى الشخص النائم فيبني له العقل حلما، ولكنه لم يحلم بهذا النوع من الأحلام قط، أو إذا أردنا الدقة هو لم يحلم بهذا النوع من الكوابيس من قبل. كابوس ثلاثي الأبعاد، بل كابوس مليء بالأحاسيس السمعية والبصرية والجسدية. لقد رأى عرشاً أو كرسياً كبيراً مطعماً بالذهب في الحلم، فهل يعني هذا أنه سيمسك حكم البلاد؟ ضحك للفكرة في نفسه. ثم ماذا عن سماعه للكلمات وهي تردد؟ تلك الكلمات هي ببساطة إحدى كلمات المخطوطة، ولكن المشكلة أنه لم يحفظها، فكيف يأتي بها عقله داخل الحلم ويدمجها بهذا المشهد؟ هو كان سيقبل الفكرة لو كان يحفظ الكلمات جيداً، ولكنه لم يقرأها إلا مرة واحدة، بل لم يتبينها ولم يدقق فيها ولا في معناها، فكيف يحفظها؟ أما هؤلاء 4 الذين ظهروا فربما يكون عقله قد ربط بينهم وبين الفقراء 4 في المخطوطة. نعم، هذا هو الشيء الوحيد المقنع في هذا الموضوع. لقد قرأ المخطوطة ثم تأثر بالفقراء 4، وتكفل عقله بتخيل أشكالهم وإدماجهم في الحلم. ولكن لماذا تخيل أجسادهم وهي تذوب؟ لا يمكن أن يكون عقله فعل من تلقاء نفسه، لأن عقله لو كان تأثر بالفقراء 4 الذين قرأ عنهم في ذلك المخطوطة، فذلك يعني أن عقله سيجعله يتخيل أن 3 فقط أجسادهم ستذوب، لأن 4 قد هرب حسب نص المخطوطة. هناك ثغرة في ذلك الحلم لا يفهمها. هو يعرف أن هناك الكثير من الجهلاء الذين ينسبون أي شيء إلى العقل ويبحثون لها عن اسم كبير غير مفهوم، ولكنهم من الثقافة جهلاء، ليس لجهلهم التعليمي، بل ربما كانوا على درجة عالية ولكنهم على درجة كبيرة من الجهل، لأنهم عندما تعترضهم ظاهرة غريبة يطلقون عليها اسما قويا يرعب من يسمعه أو يعتبرونها خرافة، وهم بذلك يشبهون الجهلاء الأميين. فهؤلاء من ناحية ينسبون أي شيء غير مفهوم إلى العفاريت وأمنا الغولة، وهؤلاء من الناحية الأخرى ينسبون كل شيء غير مفهوم إلى العلم أو الخرافة، والفريقان في الغالب على خطأ. ما يحير يوسف فعلا مسألة العرق الغزير والسخونة الشديدة التي اعترت جسده عند استيقاظه من الحلم. هو في الحلم يحترق ويذوب مثلهم، ولكن كيف يخرج هذا الإحساس إلى الواقع الفعلي؟ ثم لماذا يذوب مثلهم؟ إن الموضوع به حلقة مفقودة يعجز عقله عن الوصول إليها أو استنتاجها.